صينية المسقعة من الأكلات اللي مشهور بيها المطبخ المصري، زيها زي الحواوشي وزي الكشري. سواء بقى عملتيها باللحمة المفرومة أو حتى عملتيها سادة، ده ما ينقص منها أي حاجة، ليها معجبيها وليها الناس اللي بتحبها. تعالوا بقى نبدأ الفيديو ونشوف صينية المسقعة بتتعمل ازاي. اول مكون معايا لصينيه المسقعه هو البتنجان، وده يمكن المكون الاساسي في صينيه المسقعه. ببدا اقطع البتنجان اللي معايا دواير، لا هي كبيره ولا صغيره، متوسطه الحجم، كلهم على فكره في حجم واحد علشان ياخدوا نفس الوقت في التسويه. في ناس بتعفر البتنجان قبل ما تقليه بشويه دقيق. انا مش بفضل الطريقه دي، ما بحبش الكفر اللي بيكون بالدقيق، ومش عارفه ايه السبب، بس المتعود على الموضوع ده يعمله. كل اللي انت هتعمليه ان انت هترشي شويه ملح قبل ما تقلي البتنجان في الزيت علشان ما يشربش زيت كتير معاكي. نيجي للمكون التاني وهو الفلفل. نفس اللي عملتيه في البتنجان هتعمليه في الفلفل، هتقطعيه حلقات او دواير متوسطة الحجم، مش كبيرة ومش صغيرة، خصوصا الفلفل لان الفلفل بيدبل بسرعة لما يجي يتحمر في الزيت او يتقلى في الزيت. فلو قطعتيه حلقات مناسبة كده في الحجم هيفضل محتفظ بشكله يعني نوعا ما. كمان بقى قرنين شطة هيدوا تيست عالي قوي لصينية المسقعة اللي معاكي. ولو انت حابة بقى من عندك تزودي مكعبات صغيرة من البطاطس، الاضافات اللي انت حابة تضيفيها ضيفيها دي حسب طريقتك في المسقعة والحاجة اللي انت بتحبيها. هنبدأ بقى نقلي البتنجان. طبعا البتنجان قلنا ان احنا بنرش عليه شوية ملح في الاول علشان ما يشربش زيت كتير. اول ما بياخد لون ذهبي كده كويس فاتح، مش غامق، ما تأخريش على البتنجان علشان لو اغماء زيادة عن اللزوم هيمرر معاكي. تبدأي تقلبيها على الجهة التانية، ما بياخدش ثواني بقى على الجهة التانية كده، وتبدأي تطلعيه على مصفى علشان ينزل باقي كمية الزيت اللي فيه. للأسف يمكن الحاجات المقلية بتشرب زيت كتير، بس احنا مش بناكل المسقعة كل يوم. خلصت البتنجان وهبدأ احمر الفلفل معاكو اهو، اقليه في الزيت. حاسبي بقى وانت بتحمري الفلفل علشان الطشطشه اللي بتحصل دي. احنا كده كده اصلا يعني مصفيين الفلفل كويس بعد ما غسلناه وقبل ما نقطعه، بس يعني احتياطي علشان الفلفل من الحاجات اللي ممكن تعمل طشطشه جامده. وزي ما قلنا ان الفلفل بيدبل قوي في النار، عشان كده احنا يعني مقطعينه يعني حلقات مناسبه علشان يفضل محتفظ بشكله. هنبدأ نعمل الصلصة بتاعتنا في شوية زيت على النار، وأول ما يسخنوا هنزل عليهم بتوم مفروم، ومعاه يعني شوية صغيرين من الفلفل أو الشطة. وأول ما التومة تاخد لون ويوصل لونها للدهب الفاتح وتشم ريحتها، تنزلي عليهم بشوية خل وبعدها عصير الطماطم. يمكن المقطع ده يعني تاه مني، بس ما تخليش الصلصة تتسبك قوي، وبعدها تقفلي النار عليها. تمام كده. بعد ما كل المكونات جهزت معايا، ابدا بقى احضر الصينيه او الطاجن اللي عندي. بنزل بطبقة البتنجان أول حاجة، وبعدها الفلفل برص عليه على الطبقة من فوق، وكمان كنت مقطعة حلقات من الطماطم أنزل بيهم، وعليهم الصلصة اللي عملناها مع بعض في فرن سخن على الرف المتوسط. وأول ما تبدأ خلاص تدخل في السوا معاكي، وتفتحي الشواية حاجة بسيطة علشان الوش يحروق معاكي وياخد لون. صينية المسقعة من الأكلات السهلة السريعة اللي مش بتاخد معاكي وقت، أكلة اقتصادية، وكمان ممكن تضيفي لها لحمة مفرومة لو حبيتي. مش اللايك والاشتراك في القناة.